بسم الله الرحمن الرحيم ونهاية الموسم. نهاية موسم يعني يا ساتر يا ساتر على ده موسم خلص. الأهلي لا كونفدرالية. بقى ننجز بدري بدري. الأهلي الكونفدرالية، الزمالك كسب الدوري، وبيراميدز راح دوري أبطال أفريقيا، وإحنا رحنا الكونفدرالية عادي جدا. يعني من نتائج ماتشات عامة، الزمالك كسب سيراميكا 1-0. ماشي. بيراميدز كسب سموحة 2-1. ماشيين. الاهلي كسب المصري 2-0. مش ماشيين. ما عارف انت المكسب ما بتاعش حاجه. عارف انت لو اتعادلت عادي، خسرت عادي، ما كله عادي. ما هو انا خلاص، ما انا خسرت الدوري والله. لا، وكمان انا مش خسرت الدوري، انا خسرت الدوري، خسرت دوري ابطال افريقيا، انا خسرت الاثنين. يعني انا هشوف الاهلي في الكونفدراليه. طب يعني مثلا اقول لك على حاجه. يعني مثلا الزمالك مثلا، جمهور الزمالك عامه ممكن يدلس في الحته دي كويس قوي. يعني مثلا ممكن يقول لك ايه، ان لا ده اصل مش عارف بطوله كونفدراليه دي مش عارف فيها كذا، وانها ليها طابع خاص والكلام ده كله. إحنا مش هنعرف نقول كده بصراحه. ما مش هنعرف نقول كده يعني بقى اللي تعود على الكباب مش هينفع ياكل، فاهم يعني مش هينفع والله. فاهم. فمتخيل مثلا ان احنا ايه، نقوم مركزين نقول ايه مثلا، ده لازم تريزيجيه يطلع من مش عارف ايه ويلعب في العمق قدام مش عارف فرقه ايه في الكونفدراليه. ما ينفعش. المفروض الكونفدراليه دي بقى نكسبها ايه، مش إن أنا مثلا اقول ايه، لا ده انا الحمد لله أهو انا وصلت لقبل النهائي مش عارف ان لا انا ما أنا مش فاهم. دي دوره رمضانيه، ده الرابطه اقوى منها يعني، ما مش كده يا جدعان يعني. بس فاللي هو انا رحت الكونفدراليه مش عارف يعني، دي اصلا دي مصيبه اكتر من الدوري. اخسر الدوري مش ماشي، بس اللي هو ايه ماشي مره. يعني فاهم، لو انت دايما بتكسب 4 مواسم ورا بعض، او 3 مواسم او 5 مواسم، وفي النص كده ايه بطوله بتقع منك، اوكي اوكي. لكن دوري ابطال افريقيا ان انا ما اروحوش، دي اللي مش اوكي. محتاج مثلا احنا نتكلم عن ماتش ان انت بدات اول دقيقتين انت سخن والكلام ده كله، قمت انت جايب جون وكل حاجه فاهم. بعد كده خلاص فيس. عارف انت الفيس، عارف انت ايه الفيس دي ايه، بس بيقول لك الفيس دي على زيزو، لا الفيس دي على بيتزيرا فاهم، يعني بيتزيرا فاموس فاهم. فاللي هو انت ايه باقي الماتش مفيش اي حاجه، خد طرد ياسين منع. بص يعني مشكلتي في الحياه مش مثلا الزمالك وجمهوره، مش بيراميدز، مش مثلا ايه يعني نظريات المؤامره. ياسين مرعي وبالعمري دول قصة تانية. ياسين مرعي وبالعمري دول يعني معرفش، دول ابتلاء يعني. دول مثلا دول ما جوش في صفقات علشان تدعيم الفريق، لا علشان تهكير الفريق، عشان تفجير الفريق، فاهم، عشان تفشيخ الفريق. دول اتنين دول مش طبيعيين. يعني ياسين مرعي وبالعمري ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ في مالكو في يعني في ايه بالظبط؟ يعني ياسين مرعي ده بيجري، هو بيحبي مش بيجري. دي مش جاريه يعني، دي مثلا مش جاريه حد طبيعي، لا دي جاريه واحد تمام. مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. ده لو حد طالب موتوسيكل تمام، مش والله العظيم مش عايز اتريق على مش عايز اتريق، مش عايز اهزر والله العظيم. بس ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ ايه الجاريه دي؟ سيبك ان هو خد طرد الحمد لله، ده يعني اداء الاهلي اتظبط بعد ما خد طرد عامه. ف بس ايه ده؟ ياسين بالعمري انا كان عندي باك شمال بيجيب اسيستات، بيجيب اهداف، بيجيب بطولات، بيجيب ميداليات، بيجيب كل حاجه فاهم. ناقص عارف انت لو مصاب بيجيب جون، وايه الكوره دايما قدام. بالعمري بقى مش طبيعي. بالعمري ياخد الكوره، انا هرجعها لشوبير. بالعمري مثلا ممكن يخش ويرقص شويه ويعدي، ومش بيرقص ده بس ايه، عارف انت اللي هو ايه، هتحس ان انا برقص الهوا وهو اصلا لعيب بعيد عنه، هو كده. تلاقيه يقوم داخل يقوم انا إيه، هرجع الكوره لورا. طب هو ايه ده يعني؟ ايه ده احنا في فيلم؟ طب دي نكته ولا ده ايه ده بالظبط؟ انا مش عارف ده. طب انا عايزك شفت يعني ترفع عرضيه طيب، طب تعمل كرة على الارض، طيب بينيه، طب طوليه، طب هاف سبيس، طب بريك سبيس، طب كروس ان كورنت. الحاجات دي مفيش خالص، مفيش خالص كده مفيش. ماشي. فالماتش خلاص، الماتش ايه خلاص، انت بتنزل بقى، عارف انت بتنزل ديانج فاهم. يعني حتى اصلا والله العظيم اللعيبه وصلت لدرجه ان هي بتلعب من غير نفس، اللي هو ايه ما يلا فاهم خلاص. فاهم. حتى دوري ابطال افريقيا اللي احنا كنا مركزين عليه، ادي سموحه اتعادلت فاهم. اتعادلت ايه، سموحه كانت متعادله، فبيراميدز ضربه جزاء وشكرا يا باشا. خلاص الماتش 2-1 وشكرا. خلاص والماتش خلص وكل حاجه، فاحنا جالنا ضربه جزاء فسجلنا الثاني. خلاص هو ماشي. ما خلاص. عارف انت اللي هو إيه؟ عارف انت الفوز هو ملوش لازمه، زي مثلا ايه يعني، كلمه اصلا ملوش لازمه دي طلعت عامه في 2020 ساعه ايه نهائي القرن، نهائي القاضيه. كان شيكابالا جاب جون فقالوا مثلا جون شيكابالي ملوش لازمه والكلام ده كله. دي نفس الطريقه. احنا كسبنا مكسب ملوش اي 30 لازمه، جبنا جونين ما لهمش 30 لازمه عادي جدا. بس انت ضيعت الدوري من ايه، وضيعت دوري ابطال افريقيا من ايه؟ انك ماتش بيراميدز انت بتخسره. مش هكلمك على الاولاني، لا مش هكلمك على الاولاني، هكلمك على التاني اللي فات ده، اللي هو 3-0 اترزعنا فيه 3-0 ده. فده الماتش ده، ماتش زد، ماتش الجونه،
ماتش طلائع الجيش، يعني عارف ايه ده؟ ماتش سيراميكا، ضربة الجزاء والوفا ولبسة اليد والفرح اللي حصل ده. ماتش المصري الدوري الاول وضربة جزاء زيزو اللي ضيعها. ففي كمية كور، كور إيه؟ كمية ماتشات اللي هو انا كنت مثلا محتاج نقطة، طب انا كنت محتاج نقطتين، طب انا كنت محتاج مثلا مش كنت محتاج حاجات كتير قوي. الفكرة ان الاهلي طول الموسم هو ما فيهاش غير ماتش الزمالك. يعني الاهلي طول الموسم ما فاقش غير ماتش الزمالك الدور الاول ونمنا تاني، فوقنا ماتش الزمالك الدور التاني ونمنا تاني. سيبك من ماتش انبي بقى و3-0 والكلام ده كله مش عارف، وبقى ماتش المصري، ماتش اللي لعبنا فيه كوره وكسبنا فاهم، وهلفتنا الفرقه اللي قدامنا هم الماتشين دول في الموسم. في الموسم يعني انا، يا لو انا ما لعبتش حد غير الزمالك، طب يعني يا رب الزمالك يبقى معايا في كل البطولات هو لوحده بس مثلا، ولا اعمل انا مش فاهم. ما لعبتش خالص قدام اي فرقه، حتى قدام كهربا الاسماعيليه. كهربا الاسماعيليه لوحدها اصلا لما كسبتها 4-2 دي جايبه فيها جونين اصلا. فاهم؟ الاسماعيلي اللي هو هبط اللي هو المركز الاخير انا كسبانه 2-0 بالعافيه. فاللي هو يبقى ايه ده؟ ايه ده؟ سموحه اللي هو كل الفرق اللي هو في الصعود اللي هو المراكز الصعود دي كل الفرق هلفتته. انا الاهلي لما جينا نلعبه جبنا جون في الدقيقه الاخيره بتاع طاهر محمد طاهر. فاحنا ضايعين فاهم، بموسم انتقالات ضايع، بمجلس اداره تحس ان هو كان بيتفنن، مش دي مش لجنه تخطيط، دي لجنه تفقيع يعني. هم كانوا بيتخططوا اللي هو ايه، احنا نعمل ايه علشان ننزل الاهلي نخسره افريقيا؟ ماشي اوكي. طب نعمل ايه عشان نخسره كاس مصر؟ اوكي. طب كاس الرابطه؟ اوكي. طب مش عارف انا اخسره الموسم كله؟ ماشي اوكي. ان انا اخسر من الترجي في افريقيا رايح جاي؟ اوكي. مش عارف ان انا اخسر الدوري وكمان اروح كونفدراليه؟ يعني هو ايه ده انا مش ده انا مفيش كده. ده انا يعني هلفتها على الاخر كمان كونفدراليه. كونفدراليه؟ يعني انا المفروض مثلا اقول الكونفدراليه يا اهلي دي مش حلوه؟ والله العظيم ما حلوه. يعني ايه يعني ايه الكونفدراليه يا اهلي؟ يعني ايه؟ يعني مش فاهم يعني ايه، ازاي يعني كونفدراليه؟ يا نهار ابيض يا جدعان. يعني ما الفكره ان حتى عارف انت ايه ده، اتقال لك مثلا انت معاك في الكونفدراليه دلوقتي الصفاقسي والوداد ومش عارف ايه، ايوه يعني دول يعني هم اللي جامدين، يعني هم دول يعني مثلا بيطلعوا نار من بقهم مثلا او حاجه، مش عادي برضه وحشين هم كمان يعني، فمش فارقه. فالفكره ان الموسم مكمل معاك، ان مثلا ان انت خسرت فايه، هتحاول تعدل الامور تصلح تهلفت كل الفرق الموسم الجاي كل الكلام ده، بس حته الموسم الجاي ده تحس ان نبدا شهر 8 ولا حاجه فاهم، وما تفهمش بقى هيبقى فيه هبوط ولا غير هبوط، ما تعرفش. بس في وسط كل ده، هو انا المفروض هلعب في كونفدراليه يا جماعه؟ يعني حد يلحق، حد يلحق، حد يلحقنا يعني اي حاجه، مش كونفدراليه والله حرقاني ومضايقاني اكتر من الدوري. في داهيه الدوري، في داهيه كاس مصر، في داهيه افريقيا، في داهيه كاس الرابطه. كاس الرابطه اصلا ما بنلعبش فيه اساسا ولا حاجه، احنا هنهرج فاهم، في داهيه حاجه. لكن الكونفدراليه انا مش فاهم. طب يعني مش احنا المفروض ان احنا بقى اللي هو زي ما بيتقال مثلا من الزمالك اللي هو احنا نادي الدوله والنادي اللي بيتخدم علينا والكلام ده كله، حد يشوف لنا حد يخدم علينا. انا مستني حد يخدم علينا علشان ايه النظريات اللي هم بيقولوها دي. وكمان على سيره النظريات والمؤامرات والايه ومش عارف مين بيجاملك والكلام ده كله، هو يا باشا ضربه الجزاء دي مش حجه فاهم، بس لو عارف انت ايه دي زي تذكير كده للتاريخ فاهم. هو كرة بالحاج بتاعت ضربه الجزاء دي، خدتش بالك من حاجه؟ خدتش بالك من، عارف دي لو كانت حصلت معانا يا نهار اسود. الموسم ده في حاجات كتيره لو كانت حصلت معانا عامه، اللي هو لا ده كان الموضوع يبقى صعب. الموضوع كان هيبقى صعب جدا الموضوع. لا كانوا يعني هيدخلوه في ان هم مثلا ممكن يروحوا يشتكوا لترامب تمام، ومش المحكمه الدوليه عادي، لا ده هيبص هيجيبوا بص المحكمه الفيدراليه والكونفدراليه والمحكمه مش عارف ايه تاني وايه تاني علشان الكوره دي. يعني كميه بلاوي حصلت الموسم ده، غير ان انا كده كده ده زي الخرا. اركن الحته دي على جنب. بس في كميه حاجات تانية، لا ده يعني لو حصلت معانا كان هيتقال ان احنا نادي المؤامرات ونادي الدوله ونادي الحلوكه ونادي الفلوكه ونادي الشباب وكل الكلام ده. لكن طالما مش معاه اللي هو ايه، احنا بنتحارب، عارف انت هم بيكسبوا برضه الدوري، احنا بنتحارب. بتتحارب في ايه اللي حصل؟ احنا بنتحارب. خسروا الكونفدراليه فقبل في الثلاث ايام اللي هم كانوا قبل الدوري دول، احنا بنتحارب من كل الناس. مفيش حد عايزنا نكسب اي حاجه. مين الحد؟ مين الحد؟ ايقاف الكيد منك انت. مشاكل الفرقه منك انت مين محسسني ان الاهلي هو اللي عامل لك ايقاف الكيد وهو اللي سحب منك الارض وهو اللي ما حدش عمل لك حاجه. فاللي هو كله منك انت. فلا انا عارف انت اللي هو تفخيم اي بطوله، اي بطوله بياخدوها حتى لو هي ايه مثلا، ده كانوا مفخمين كاس السوبر المصري السعودي الاثيوبي الفلودي اللي هو ده. فاي بطوله ياخدوها مش هو مثلا ايه الحمد لله لعبنا، الحمد لله لعبنا كويس واحنا نستحقها والكلام ده كله، الفرق التانيه ما تستحقهاش الحمد لله وكسبنا وكده. لا مش هيقولوها عادي. لازم
بس احنا تعبنا قوي 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 قوي، وواجهنا صعوبات من فرق تانية. ايه الفرق التانية اللي حصلت؟ انا نفسي افهم يا عم. افرح بالدوري، انا بقول لك افرح بالدوري. يبقى اقول لك حاجه، مبروك الدوري يا باشا. ايه بقى اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه. يا ريت تحتفل الدوري من غير بقى ايه ان انت لسه يعني برغم الازمات والظروف والصعوبات والمؤامرات والحروب. في ايه يا ابني؟ في انت ليه حاسس ان انت ايران وما بتديك في دماغك في ايه يا باشا؟ وعلى السيره التانيه بقى تمام الاداره، لا احنا محتاجين نغربل كتير قوي. محتاجين نغربل كتير قوي يعني فاهم، غير ان هم غير اللي ماشيين كده كده، غير اللي هم مثلا مشوا زي ديانج وكاموش ومش عارف مين ومشوا والكلام ده كله. تمام، لا في من اللعيبه في كتير قوي محتاجين يتغربلوا، وفي كتير قوي محتاجين يدعموا، وفي حاجات كتير قوي محتاجه تحصل يعني فاهم. واصلا مش فاهم يعني ممكن احنا لو نجيب مدرب اجنبي، نجيب مدرب اجنبي على الكونفدراليه مش حلوه. مش حلوه. هتقول لي علي ماهر بلانيلا، فبقول لك هات اي حد. اقول لك على حاجه، طلع سامح حفيظ هو اللي يدرب، مش مشكله. طلعها هو اللي ضرب، هو اللي يشوف العيال دي كويس وهو اللي ضرب. لكن حد تاني لا، ما والله العظيم ما عارف مين، قسما بالله انا والله العظيم ما بهزر، انا ما عارف مين. بس اللي هو احنا بالعبث اللي حصل ده، المفروض ان الموسم ده كان يبقى اقوى موسم في تاريخ الاهلي، هو اوسخ موسم في تاريخ الاهلي. والموسم ده احنا قلنا ايه؟ هنكسب الاخضر واليابس. الجمله دي كانت بتتقال كتير قوي ما اعرفش ليه. هنكسب الاخضر واليابس والميه والنيل والبحر والطوفان والبحيره وكل الكلام ده. احنا خسرنا كله. مفيش غير بطوله يتيمه اللي هي كانت في البدايه، واصلا كان حتى والله العظيم انا بقيت ناسي ان هي دي اصلا دي تبع ده ولا تبع ولا نيله. فاهم اللي احنا كسبناه على الزمالك برضو فاهم يعني، لولا الزمالك احنا كان زماننا طالعين الموسم ده متعرين اكتر ما احنا متعرين اصلا يعني فاهم. بس فانت كسبت البطوله دي شكرا. ايه اللي حصل تاني أنا ما اعرفش. بص اي حاجه انت ممكن تجيها في دماغك من ناحيه الكوره او من ناحيه الكوره، سواء ملعب اداريا او الكلام ده كله، الاهلي عملها ببوظان. بس ما فيش اي حاجه تاني فاهم. هتلاقي الزمالك بيحتفل دلوقتي الفانيله البيضاء بخطين حمر. تمام. واحنا هنستنى الكونفدراليه. انا هستنى مجموعتي في الكونفدراليه الاعب فرقه هي بتلعب على مش عشب، بتلعب على النجيل الصناعي. الترتان موجود اكتر من النجيل الصناعي اساسا يعني. بس مفيش اي حاجه تانية نقولها. تمام، حسبي الله ونعم الوكيل في اداره الاهلي. حبيب قلبي حبيب قلبي والله العظيم، والله ضيعتونا والله ما شاء الله ضيعتونا قسما بالله. واللعيبه الساعه دي لازم تمشي، يا ريت يا ريت ماشي. يلا سلام عليكم، سلام عليكم، نهايه موسم زفت، يا سلام عليكم.